الفيلر، البوتوكس، الحاجات اللي زي دي كلها بتبقى ليها تاريخ صلاحيه يا دكتوره. طبعا. لكن في ناس بتقول ما انا هشتري والاسعار زياده، يمكن ده حديث اليوم يعني. كل شيء دلوقتي بيزيد في اسعاره، وفي طبعا لا رابط في الاسعار، لان العمليه دي كلها يا اما راجعه للضمير يا اما راجعه للغلاء الفعلي، والاثنين دلوقتي مش عارفين بالظبط هم مين اللي بيخش في مين. طيب انا النهارده لو ارتحت الحاجه حضرتك اديتها لي، والله انا عاوز اشتري منها كمان، لان انا هعمل ده بعد مثلا سنه، وهي التاريخ بتاعها حوالي سنتين، فانا بحجز بتاع الثانيه عشان برضك ما تزيدش عليا. هل فكر ان انا اخزن عفوا يعني مواد زي كده صح؟ لا. ولا غلط؟ عشان برضك نقول للناس ونقول لبعض الاطباء اللي ساعات بيقولوا والله انا الحق اشتري حاجه زي كده كتير لانها تطلب مني كتير. والله انا بشوف ان ده في الاخر ما بيديش المفعول المطلوب، ما بيديش الساتسفاكشن للطبيب للكلاينت اللي داخل زي ما الطبيب عايز. ده غير انه سوق الحقن مثلا ممكن، انا بشوف كده، ده رايي الشخصي طبعا، ممكن الفتره دي الجلسات كتير، يعني الناس كتير محتاجه تتحقن، فهتلاقي المواد اللي عندك بتتسحب بسرعه. تمام. فتره ثانيه تيجي يبقى فيها خمول شويه، هتلاقي المواد اتكدست. تأخر تاريخ الصلاحية مش في مصلحة لا الدكتور ولا العيان.